السلام عليكم البنات، معكم اختكم خديجه. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحتكم مزيان؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو، وكنتمنى تكونوا كدوزوا العطله ديالكم في الاحسن الاحوال ان شاء الله. وكنعتذر على الغياب لظروف ما. الوصفه ديال اليوم غادي نوجد معكم هاد الكراطان اللي كيجي اروع ما يكون وكيجي معلك ولذيذ بزاف. غتوجدوه بسرعه، ما كياخذش من الوقت ديالكم بزاف، والمكونات ديالو كيكونوا ساهلين واقتصاديين. تابعوا معايا الفيديو من اول حتى الاخير باش تعرفوا على الطريقه ديال التحضير. وبسم الله على بركه الله غادي نبداو في الطريقه ديال التحضير. كناخذ واحد المقيله كنديروها فوق النار، وكنضيف واحد 2 معالق ديال الزيت النباتيه. يمكن لكم تستبدلوا بزيت الزيتون. وعندي هنا واحد البصيله اللي كتكون متوسطه اللي كنكونوا كنقطعوها كنشلضوها مزيان. وغنضيفوا واحد 2 فصوص ديال الثومه اللي كنكونوا حكيناهم في الحكاكه الرقيقه. يمكن لكم تستبدلوا الثومه الطريه بالثومه بودره، اللي متوفره عندها ثومه بودره تضيفها، اللي متوفره عندها ثومه طريه دير تحك واحد 2 طروف ديال الثومه، فصوص ديال الثومه اللي كيكونوا كبار. اللي عندها الثومه صغيره دير 3 الفصوص ديال الثومه، وكندير واحد شويه ديال الملح. وكنبقى نحركوا ديك البصيله ديالنا حتى تطيح لينا البصيله ديالنا. وكتكون العافيه مهيله، ما تجهدوش النار بزاف باش ما تحرق لكمش البصيله ديالكم حتى تطيح لكم البصيله ديالكم كتجي على هذا القوام هذا. وعندي هنا القطع ديال الدجاج اللي كنكون من طبيعه الحال غسلناهم مزيان بالملحه وبالحامض. الكميه اللي استعملت انا نص دجاجه قطعت ليها الصدر ديالها، والكميه كتبقى ديما على عدد افراد الاسره ديالكم. يمكن لكم تستبدلوا قطع ديال الدجاج بالقطع ديال اللادند ولا الكفته على حسب المتوفر. وهنا في التوابل كنضيفوا التوابل ديال الشاورما كيعطيو واحد الطعم رائع. اللي متوفرش عندها يمكن لها الاستغناء عليهم. وكنضيف واحد راس معلقه ديال سكينجبير، وعندي هنا واحد 4 معالق ديال التحميره او بابريكا. وكنضيف واحد راس معلقه ديال الابزار. وكنحركوا ديك القطع ديال الدجاج ديالنا حتى تيتبلوا لنا مزيان بدوك التوابل. وفي هذه المرحله يا البنات كنجهدوا النار، ما كنقصوش النار باش دوك القطع ديال الدجاج ما كيطلقوا ليناش الماء. الا طلقوا لينا الماء كياخذوا الوقت باش ينشف هذاك الماء، وكيطيبوا القطع ديال الدجاج ديالنا بزاف. وباش كيطيبوا كيجيو ما كيجوش فتيين من الداخل، كيجيو قاصحين. جهدوا النار وبقاو عليهم بالتحريك المستمر حتى تيتشحروا لكم القطع ديال الدجاج ديالكم. راه ما كياخذوش من الوقت ديال بزاف، غير واحد 3 دقائق راه كيتشحروا لكم القطع ديال الدجاج ديالكم وكيجيو فتيين من الداخل. واحد الريحه البنات كتطلع منهم رائعه. وهنا باش كيتشحروا لنا كنطفوا عليهم النار وكنخليوهم على الجنب. وغادي نجي هنا باش نوجدوا بطاطا. انا استعملت هنا 4 د الحبات ديال البطاطا اللي نقيتها وقطعتها على هذا الشكل مربعات صغار. بالنسبه للبنات اللي بغات تقطع على هذا الشكل تقطعها، اللي بغات تقطعها على شكل طولي على شكل بطاطا فريت تقطعها. ودرتها هنا في الكاميله وضفت ليها الماء، وغادي نديرها هنا تسلق نص سليقه وغادي ندخلها للفران. بالنسبه للبنات اللي بغات تدخلها للفران تدخلها، اللي بغات تقليها تقليها، اللي بغات تخليها مسلوقه غير مسلوقه تخليها. وهنا كنديروها فوق النار وكنضيفوا لها هنا واحد شويه ديال الملحه، وكنخليوها تسلق واحد 5 دقائق ولا 4 دقائق وكنصفيوها في واحد الشبكه. وهنا بالنسبه للبنات باش كندخلوها الفران كتجي محمره، كتجي زوينه بحال قليناها، ما كتاخذ هنا في الفران ما كتاخذ ليناش من الزيت بزاف. وهنا باش كتسلق لينا ديك نص السليقه خليتها انا 4 دقائق، وهنا صفيتها في واحد الشبكه وغادي نجي هنا باش ندخلها للفران. وكناخذوا هنا اللاطه ديال الفران وكندهنوا ليها الوجه ديالها بالزيت، الا بغيتو لكم تفرشوا ليها ورق الزبده وكنديروا فيها ديك البطاطا ديالنا. بالنسبه للبنات اللي ما بغاتش تسلق بطاطا التسليقه تدخلها غير تقطعها وديرها في لاطه تدخلها للفران تدخلها. واخا كتاخذ شويه الوقت في الطياب باش كنسلقوها نسليقه ما كتاخذ ليناش الوقت بزاف في الطياب. وعندي هنا واحد 2 معالق ديال الزيت النباتيه اللي ضفت لهم واحد راس معلقه ديال التحميره وواحد شويه ديال الابزار، وكنحركو مزيان حتى تيتلبسوا لينا وكنضيفوهم على البطاطا ديالنا. وباش كنضيفوهم على البطاطا ديالنا كنحركو مزيان هذيك البطاطا حتى تتلبس لينا بهذيك الزيت مزيان. وكندخلوها للفران اللي كيكون الفران مشعل من الفوق ومن التحت، وغير كتحمر. وكنديروها من الفوق حتى تتحمر لينا ديك البطاطا ديالنا راه دغيا كتحمر حيت هي راه كتكون طايبه نص طيبه. وباش كندخلوا بطاطا للفران وكنجيو هنا باش نوجدوا صوص البيشاميل او الصلصه البيضاء. انا كناخذ واحد الكاسرونه كنديروها فوق النار وكتكون العافيه كتكون مهيله. وكنضيف واحد المعلقه عامره مزيان ديال الزبده. يمكن لكم تستعملوا زبده حيوانيه اولا زبده نباتيه. الا كانت زبده حيوانيه يكون احسن، انا استعملت غير الزبده النباتيه هي اللي متوفره عندي. وكنبقاو نحركوا هذيك الزبده حتى تذوب لنا ديك الزبده. وكنجيو هنا كنضيفوا 2 معالق ديال الدقيق. هنا ضفت المعلقه الاولى وكنحرك مزيان، عاد كنضيف هنا المعلقه الثانيه. بالنسبه للبنات مشيت معكم خطوه بخطوه. بالنسبه للبنات اللي اول خطره غتوجدها
وباش كنضيفو ديك المعلقه الثانيه كنحركو مزيان هذاك الدقيق حتى تيتلبس لينا مزيان بهذيك الزبده. ضروري حركوه في الاول بالخلاط اليدوي حتى تيتلبس لكم مزيان هذاك الدقيق بهذوك الزبده. وهنا غنضيفو الحليب، عندي ان سيترو ديال الحليب. كنضيف غير نص كميه في الاول، تقريبا واحد الكاس ديال الحليب، وكنخدمو مزيان بالخلاط اليدوي. ضروري خدمو مزيان، وكتكون النار كتكون مهيله، ما تجهدوش النار بزاف. ضروري خدمو مزيان باش ما كيبقاو لكمش هذوك التكتلات ديال الدقيق. خدمو مزيان بالخلاط اليدوي، تكون يدكم شويه خفيفه حتى تحصلوا على هذا القوام هذا. علاش غتحصلوا؟ عاد كتجيو كتضيفوا الكميه اللي تبقات لكم الاخرى ديال الحليب، باش كتضيفوا الحليب تدريجيا. كتخدموا مزيان هذاك الدقيق، وما كيكون لكمش دوك التكتلات ديال الدقيق في الداخل ديال الصلصه البيضاء ديالكم. وكنضيفوا واحد رشيشه ديال الملح وواحد رشيشه ديال الابزار، وما كنحبسوش من التحريك المستمر. الا حبسنا من التحريك غادي يتكتل لينا داك الدقيق في الوسط ديال الصلصه البيضاء ديالنا. وغنضيف واحد جوج قطع ديال الجبن المثلث. يمكن لكم تستبدلوهم بالجبن المربع، ولا تستبدلوهم بالمعلقه ديال الجبن، ولا الفرماج موتزاريلا، ولا الجبن الموتزاريلا، ولا الفرماج الاحمر على حسب المتوفر. وكنبقاو عليهم بالتحريك المستمر. ضروري البنات بالتحريك المستمر حتى تتعقد لينا الصلصه البيضاء ديالنا او الصلصه ديال البيشاميل. ما تغفلوش عليها بالتحراك، وحنا تبقى نحركو، حنا كتبقى تعقد لينا الصلصه البيضاء ديالنا حتى تنحصلوا على هذا القوام هذا. غير تنحصل على هذا القوام هذا كنتحيدها من فوق النار. اللي بغات بالنسبه للبنات اللي بغات تجيها عاقده اكثر من هكا تخليها من فوق النار وتبقى عليها بالتحريك المستمر. راه ما حدا كنخليوها من فوق النار وكنبقاو عليها بالتحريك المستمر، ما حدا كتزيد كتعقد لينا. انا بغيتها تجينا غير على هذا القوام هذا، ما كنبغيش تجي عاقده بزاف. وكنجيبو هنا المول اللي غادي ندخلوه للفران. انا استعملت في هذا المول ديال الدجاج، يمكن لكم تستعملوا في اي مول متوفر عندكم. وهنا الصوص البيشاميل البنات كيكون فيها واحد المذاق رائع. وكنفرصوا ديك الصوص البيشاميل من التحت. وهنا البطاطا ديالنا من بعد ما حيدناها من الفران، شوف البنات على اللون كتاخذ لنا داك اللون الذهبي وكتجي طايبه من الداخل. وكنديروا هنا غير نص كميه ديال البطاطا هي اللي كنديروا الصلصه البيضاء من التحت. وكنفرشوا بطاطا من الفوق، تنديروا عليها بطاطا من الفوق. قلت لكم تنديروا غير نص كميه. وكنحاولوا كناخذوا معلقه وكنقادوا ديك القطع ديال البطاطا في المول. وهنا الحشوه ديال الدجاج ديالنا كنديروها من الفوق. وكنحاولوا ديك القطع ديال الدجاج كنقادوهم باش يكون الدجاج في جميع الجهات. كنديروا كنقادوا ديك القطع حتى في الجوانب ديال الدجاج. وكناخذ هنا الصلصه البيضاء كنديروها من الفوق الحشوه ديال الدجاج. انا البنات كنكثر الصوص بشاميل كيعجبني في الكغطان. بالنسبه للبنات اللي ما كيعجبش يمكن لا ما تكثرش بزاف. وكناخذوا ديك الكميه اللي تبقات لينا ديال البطاطا كنديروها من الفوق. كنديروا الطبقه ديال البطاطا والطبقه ديال الحشوه ديال الدجاج، وكنعاودوا كنديروا الطبقه ديال البطاطا من الفوق. وكنحاولوا حتى ديك البطاطا كنقادوها من الفوق بواحد المعلقه. وكناخذوا ديك الكميه اللي تبقات لينا ديال الصوص البيشاميل كنديروها من الفوق. وباش كنديروها من الفوق تناخذ واحد المعلقه وكنحاولوا كنقادوها حتى تتغطى لينا ديك البطاطا كامله بديك الصوص البيشاميل. وهنا عندي الفرماج موتزاريلا اللي غادي ندردروه من الفوق. يمكن لكم تستعملوا فرماج موتزاريلا ولا الفرماج الاحمر على حسب المتوفر. وكندردروه عليه من الفوق. وغادي ناخذ واحد شويه ديال الزعتر، هذا كيبقى اختيار البنات اللي كيعجبها المذاق ديال الزعتر ديروا، اللي ما كيعجبهاش يمكن لها تستغنى عليه. خديت واحد شويه ديال الزعتر حكوتو غير في يديا ودردرتو عليه من الفوق تيعطي واحد المذاق رائع للكغطان. وكندخلوا الكغطان ديالنا الفران اللي كنكونوا مشعلينه من التحت، وكتكون العافيه مهيله. وكنديروه من الفوق حتى تيذوب لينا داك الفرماج، غير باش كيذوب لينا الفرماج. وكنردوه لتحت باش يتحمر لينا حيت راه جميع المكونات طيبين. وهذا هو الشكل النهائي ديال الكغطان ديالنا من بعد ما كنخرجوه من الفران. كيجي واحد الكغطان اللي كيجي محمر وكيجي رائع. والمذاق فيه البنات ما نعاود لكمش. الحق انا من عشاق ديال الكغطان ديال الدجاج وبطاطا، هذا هو المفضل عندي. وني البنات غادي نتقاس معكم باش تشوفوا الكغطان ديالنا كي تيجي من الداخل. في البنات كتجي فيه واحد التعليكه رائعه وكيجي مفرمج وكيجي روعه يا البنات. شوف على تعليكه فيه وكتجي فيه واحد المذاق رائع. المذاق البنات ما نعاود لكمش، غير جربوه على الضمانه ديالي، انا متاكده غادي ينال الاعجاب ديالكم. والطريقه كتكون سهله والمكونات ديالو تيكونوا اقتصاديين. وكنتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. بالنسبه للبنات اللي عجبها الفيديو كنتمنى تشترك في القناه والضغط على الجرس باش كيوصلكم كل ما هو جديد ان شاء الله. وهنا كنكونوا وصلنا الى نهايه الفيديو. خليتكم على خير الى فيديو لاحق ان شاء الله. مع السلامه.